في اول الخيط زي ما متعودين دايما بنهتم بالتفاصيل، وبنكتشف طول الوقت ان السبب الرئيسي لمعظم الجرائم هو اهمال بعض الناس او الجهل من بعض الناس بالتفاصيل المهمة اللي بتحافظ على امنهم العام. وفي معلومات كتير هنتكلم عنها في الحلقة دي، تحديدا ان ضيفنا سيادة اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق. نورتنا وشرفتنا في اول الخيط. كل سنة وسعادتك طيب، وحضرتك طيب. ومتشكرين على هذه الحفاوة في الاستقبال، واحنا بنشكر سيادتك على الحلقات الجميلة، وانا متتبع ليها يمكن من سنين، وهي حلقات فعلا متميزة وبتنفرد سيادتك بها بموضوعات يعني غاية في الأهمية. ويمكن نظرة أي حد مشاهد لحلقات سيادتك تختلف عن نظرتنا احنا طبعا. كرجال أمن طبعا. لأن احنا لما بننظر لهذه الحلقات احنا بننظر بالعين الخبيرة لسردك للموضوع ولتقصيك لكل جوانبه لغاية ما تطلع بالنتيجة المرجوة للناس، عشان الناس تتعظ وتعتبر من هذه الجرائم. احنا لو كنا بنتكلم في الجرائم، احنا مش المقصد هو ذكر الجرائم، لان صحيح. الجرائم متواجدة صح. كل يوم وكل ومن الجرائم بداية الخلق. بتتناولها، صح. لكن احنا لو عندنا نبرز، فاحنا عايزين نبرز العظة والعبرة صح. من كل انواع الجرائم. نتمنى يا رب ان احنا المجتمع بتاعنا يبقى مجتمع خالي من الجريمة. لن يكون خالي من الجريمة الا باننا نمرة واحد نتقي الله في كل عمل من اعمالنا، وفي نفس الوقت انك انت لازم تحب الخير لنفسك زي ما بتحبه للاخرين. صحيح. مفيش حاجة اسمها ان انا الواحد يؤثر نفسه على الاخرين، لان هذه الآفة للأسف هي مسار الجرائم. واحنا لما نيجي على مدار التاريخ كله اللي قضيناه في مجال العمل الشرطي لما يقرب من 40 سنة. حضرتك طبعا تاريخ طويل، وحضرتك قلت لي انك خدمت فترة طويلة في الامن العام. ايوه يعني الجريمة، فاكيد يعني احنا محتاجين نقول للناس الاخطاء او الاهمال اللي ممكن يعملوه في حق نفسهم هو السبب الحقيقي لتعرضهم لجريمة. طيب احنا دايما بنقول خلي اسرارك لنفسك، خلي اسرارك بعيد حتى عن اقرب المقربين، لأن صح جدا والله. لأن كتير بنسمع فعلا المشكلة دي. ذكر هذه القصة على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى جيرانك وعلى أقربك لن يضر أحد غيرك. صحيح. ويمكن احنا لو جينا لقضية من القضايا الكبيرة اللي يعني نالت من الشهرة الكبيرة في المجال، كانت السنة اللي فاتت، ويمكن المتهمين يعني مقدمين إلى المحاكمة في محكمة الجنايات، كانت يعني مش عايزين نتكلم لأنها كان تفاصيلها يعني تزعجنا، لأن المتوفي كان مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع المخدرات، وهو كان من الناس اللي مشهود لها بالكفاءة، وكان يعني موطنه هو مدينة أسيوط. للأسف هو كان بيشطب يعني بعض العقارات بتاعته. حضرتك كنت بتقولي انه بيستعين يعني بصناعية نقاشين صناعية والنقاشين والنجارين في إنهاء الأعمال داخل الشقة. وطبعا دول محتاجين دايما لمبالغ مالية، والمبالغ المالية زي ما سيادتك عارف كل يوم والتاني يطلبوا هذه المبالغ. فكان بيخش إحدى الغرف اللي داخل الشقة يجيب المبالغ ديت ويديها للعمال. مع تكرار هذا الحدث يعني اختمرت في ذهنهم ان هم يخلصوا منه. شافوا ان في فلوس هنا، شافوا ان في مال عمال، والمبلغ ده مبلغ مش قليل، مبلغ كبير بيحاسبهم منه. فهم خلاص حطوا في دماغهم دلوقتي ان القصة دي ايه الاسلوب اللي احنا نقدر يعني نخلص منه ونستولي على هذه المبالغ المالية. طبعا اللي ساعدهم هو انه كان دايما سيادته بيديلهم الفلوس بتاعتهم واللي بيطلبوها من داخل الشقة. فابتدوا عرفوا دلوقتي ان داخل الشقة دي اللي هم شغالين فيها في فلوس، فهم عقدوا النية والعزم على كده، وبالفعل يعني نفذوا هذه الجريمة وقضوا عليه وقضوا على المرحومة زوجته في نفس التوقيت. طيب بعد ما خلصوا منهم كمان عشان يطمسوا هذه الجريمة، راحوا كمان ولعوا في الشقة، بحيث انك انت تبقى الحادث في الاخر نتيجة حريق ماس كهربائي مثلا وبالصدفة بالصدفة والموضوع انتهى. بس طبعا اللي انا فاهمه انه ده يعني مهما ارتكبوا حاجة زي كده اعتقد انه الامن بسهولة بيقدر يحدد بالفعل المعمل الجنائي وانتقال طبعا الحماية المدنية، وكل ده على اساس ان احنا نشوف السبب الرئيسي للحادث.
طبعا خبراء الأدلة الجنائية مع الحماية المدنية تبين ان القصة بتاعة الحريق دي مفتعلة، وان المصادر هي مش يعني حريقه حد قاصد قاصد وتم استخدام فيها مواد من المواد اللي هي اللي تسببت في اشعال الشقه. فرجع طبعا المعمل الجنائي فحص القصص برضك الجثث، فلقى برضك ان الجثث فيها اثار لعامل جنائي، ان الجريمه جنائيه، وان كل ما لحق بيها هو لاخفاء الجريمه نفسها. الحمد لله طبعا احنا في اي قضيه بترتكب ويتم إبلاغ الشرطة بيها، نمرة واحد لازم أشكل فريق بحث على أعلى المستويات. صحيح. قطاع الأمن العام باعتباره المسؤول عن الجريمة الجنائية، وبيرأس قطاع الأمن العام مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام، تحته أكتر من 6 إدارات عامة، ومفتشين قطاع الأمن العام موجودين في كل مديريات الأمن، وقابعين في المديرية دول مكاتبهم وقعدتهم كلها في المديرية. جريمة تحصل أي جريمة تحرك فوري لازم يكون بمشاركتهم وإدارة البحث الجنائي في المديرية اللي وقع فيها الجريمة. ودول هنا طبعا لما بيجوا بيبصوا على خبرات طويلة، ان جميع مفتشين الامن العام ما بيجيش لا يلحق بقطاع الامن العام قبل خبرة لا تقل عن 20 سنة في مجال البحث الجنائي. مر بتجارب وخبرات، مر بتجارب وخبرات، عنده كمان مخزون كتير قوي. واحنا دايما في قطاع الامن العام بنضفي الخبرات دي على المكان اللي اشتغل فيه. يعني اذا كانت خبراتك طول عمرها في القاهرة، ففي اسلوب معين في ارتكاب الجريمة. انا كنت لسه هسأل حضرتك على الفروق. يا حضرتك اللي انا عارفه برضه، حضرتك خدمت فتره طويله في اسوان، تمام، وخدمت فتره طويله في الاقاليم بشكل عام، صح كده؟ تمام. فالسؤال اللي يعني شويه بفكر فيه، هل في فروق بين الجريمه اللي بتحصل او سلوك المجرم في العواصم او في العاصمه او في المحافظات يعني وبين الاقاليم بالفعل ولا لا؟ لا بالفعل في اختلاف في الاسلوب. يعني احنا لو جينا اتكلمنا على الاقاليم، هتلاقي دايما مثلا الجرائم معظمها جرائم القتل للطار، القتل للشرف، القتل مثلا للحدود، عنده سبب، صحيح، عنده سبب ووزع. القتل هنا يختلف. يعني هنا ممكن يكون هي جريمة بس السبب مختلف. دوافعها واسبابها بتختلف في المدن لكن في الاخر بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والنت والدنيا بقت خلاص حالة صغيرة في ايد الكل، بقت كل الجرائم في كل المحافظات دلوقتي شبه انها بتتكرر، صحيح، مع اختلاف بعض الملامح. لكن انا لما باخد مفتش بشغله في أسوان يبقى تشتغل قبل كده في هذه المدينة، ولا دي الخبرة، يبقى مجرد ما بيخطر بهذه القضية هو عارف مصادره ايه وهيشتغل ازاي وخطوط الخطة، مين اللي ممكن يكون ارتكب جريمة بالاسلوب دوت وبالطريقة دي، في ظل القاعدة الأساسية في الأمن العام ان المسجلين كلهم مسجلين أنشطة، والأنشطة دي درجات، والدرجات دي كمان بمحافظات معينة، لأن كل مجرم له بصمة في ارتكاب الجريمة. صحيح. والبصمة دي مش المقصد منها هو البصمة بتاعة الإيدين، لا، المقصد الأسلوب اللي هو بيرتكب فيه الجريمة. ويمكن احنا من القضايا اللي كانت مشهورة قوي في أسوان، رغم ان احنا نقول أسوان يعني لا، برضك الأسلوب دي كانت بلاغ عبارة عن بنت صغيرة سنها حوالي 14 سنة مقتولة وملفوفة في ملاية، وللأسف طبعا في كسر منخسف في الجمجمة من الخلف، ومحطوط يعني ورق جرايد ملأ دماغها من ورا عشان النزيف، وملقاه في حتة في أسوان منطقة تسمى منطقة السيل الريفي. ويمكن القضية دي اللي أنا بتكلم عليها كانت من حوالي 40 سنة. ما كانش كل التقنيات الحديثة ولا الاستخدام للوسائل دي موجودة، ولكن الحمد لله هي وظيفة الشرطة، هي وظيفة البحث عن الحق. الروح خلقها الله ولا يقبضها إلا الله، فعندما يسلط الإنسان نفسه وياخد مكانه، هي مكانة الرب اللي خلق هذه النفس، فلازم تتأكد ان ربنا دايما بيكون معانا في ان هو يدي لك الدليل
ورا هذه الجريمة. صحيح. الجريمة دي كانت جريمة غريبة. كان نمرة واحد عايزين نتعرف على مين الفتاة دي. من خلال الحمد لله المصادر تعرفنا انها مقيمة في احد العماير. لما جينا عملنا خطة البحث نبدأ نمرة واحد من المجني عليها. طب المجني عليها 14 سنة ما عندهاش اي خلافات ولا اسرتها اي خلافات، ويتمتعوا بالسمعة الطيبة، واهالي اسوان زي ما سيادتك بتتكلم طيبين وناس مسالمين وما عندهمش يعني هذه القصة. طيب من خلال بقى خطة البحث اللي ابتدينا ندور، خدنا معلومة كده تتمثل ان البنت دي ملهاش علاقة ابدا باي حد من سكان العمارة او العماير المجاورة الا براقصة في فندق أوبروي في نفس العمارة. وده يمكن اللي أثار الدهشة. إيه علاقة بنت صغيرة في السن 14 سنة علاقتها براقصة؟ ولكن لما نيجي فحصنا وشوفنا إيه الموضوع، اتضح إن البنت أصلا كانت الراقصة دي بتأتمنها على مفتاح الشقة بتاعتها، لأن هو عملها بيبقى بالليل. فلما بتروح الفندق بالليل كانت بتدي المفتاح وعامله لها نسخه للبنت معاها، وابقى انزلي اطمني على الاولاد عشان بس يكونوا ناموا وما يبقوش يعني يخافوا من اي حاجه. فمعاها المفتاح وبناء على ذلك البنت ما تقدرش تعرف الفروق في التوقيتات اللي بتنزل فيها او ما تنزلش فيها، لان غالبا هتبقى بالليل طبعا. لكن في احد الايام كانت هذه الراقصه يعني في اجازه ما راحتش. فالبنت كالمعتاد نزلت تطمن على الاطفال، فتحت باب الشقه، ولكن يعني شاهدت منظر يعني غير متوقع. وهنا في اللحظة دي الراقصة يعني أمرت الشخص اللي كان معاها بسرعة إن هو يمسك البنت دي قبل ما تطلع. قالت له البنت دي كده هتفضحني، الحق هاتها قبل ما تطلع. وللأسف هنا طبعا هذا الشخص يعني هي كانت مأمناها على بيتها وكانت البنت مراعية وكانت طفلة. ده 14 سنة ما عندهاش يعني أي طبعاً حاجة في دماغها تدركها إيه. ولكن طبعا الفندي اللي كان موجود راح جايب البنت من شعرها، وكان ايد الهون موجودة، راح مسكها ضربها كام ضربة، عمل لها الكسر المنخسف ده في الجمجمة. الدم انبعثه كان كبير، فراح واخد يعني الجرنان وابتدى حشى بيه المكان دوت، وراح لففها بملاية السرير، ونزل بعد كده رماها في منطقة السيل الريفي. خطة البحث اللي احنا ابتدينا عملناها وكان بيشرف على هذه الخطة رحمة الله عليه اللواء طه الزاهد مساعد أول وزير الداخلية رحمة الله عليه. كنت أنا لسه متخرج، فكنت عبارة عن إنسان عمال يتابع بس كل الخطوات. بس واضح إن يعني القضية دي فاكرها بتفاصيلها. فاكرها لأن كمان لما نيجي نشوف الحكم انتهى لإيه مش هتروح أبدا من الذهن. هو خدني طبعا وابتدينا نشوف. هو ما كانش بيتكلم خالص، لكن انا عناية كانت عليه في كل خطوة من الخطوات. هنا بقى لما ربطنا الاحداث، ايه اللي عرفنا ان البنت اتقتلت في المكان ده؟ حضرتك كنت عارف يمكن الجرايد بتاعت فترة طويلة قبل كده كان بتبقى اخبار اليوم والاهرام العدد الاسبوعي من 40 سنة كان هو ده هي دي وسيلة الاعلام طبعا. فكان حوالي يمكن 65 صفحة. فالمتهم طبعا لما ضربها الضربة دي راح واخد نص الجرنان وراح حطه في الدماغ من ورا عشان يمنع الدم اللي هو عمال. هو متخيل ان هو كده هيوقف النزيف. طبعا القصة ديت احنا لما جينا برضك من ضمن الناس اللي مشتبه فيها هي الراقصة، باعتبار ان البنت دي لا تتردد في العمارة ولا في المنطقة الا عليها. فدخلنا الشقة دي برضك عشان نشوف ايه القصة. فهنا بدون ما حد يشعر لقينا الجرنان دوت بقيته موجود جوه الشقة بتاعت الراقصة. ثم ابتدينا بقى نركز، لا كده يبقى هي الموضوع ارتكب في هذا المكان. ابتدينا في دليل. ابتدينا ندور بقى، لقينا ايد الهون طبعا كانت مغسولة، ولكن كان فيها برضك بقايا من الدماء. طيب المكان سبحان الله، المجرم مهما عمل اصل دي انت بتعملها وانت شبه انك مغيب، ما بيبقاش في الدماغ غير هدف واحد انك تعمل العملة فقط، لكن توابعها وده لا. طب لما جينا كمان يعني كملنا، لقينا الدولاب نفسه الحاجة اسمها القويمة او السكات بتاعت الدولاب دي بتبقى اللي متعرجة دي مهما مسحت انت برضك بتسيبها جواها في اثر من الدماء. ده الستات بتقعد تنظف فيها كتير، بتقعد تنظف فيها وبرضك بيبقى موجود فيها. فسبحان الله هنا بعد كل الدلائل دي، هنا خلاص الدليل الثابت والاساسي ان القاتل كان هنا في الشقة دي.
استصحبناها وابتدينا بعد كده استجوابات بعد تقنين الإجراءات. الحمد لله يمكن القضية دي كانت قضية عجيبة، إن الساعة 7 الصبح الساعة 7 بالليل كانت انتهت الحمد لله، وخلاص باعترافاتها 7 الصبح ل7 بالليل تم حلها 7 بالليل. 7 بالليل اللي في عايزين أقل بس من 24 ساعة. ما احنا اللي عايزين بس يعني نأكد للناس القضية دي من 40 سنة، فلو ناخد بالنا انه مجهود رجال الامن من 40 سنة ما كانش لسه فيه تقنيات، ما كانش فيه ولكن كان فيه خبرات طبعا. ما هي دي، ما هو ده المهم. هو ده المهم صحيح. ما يعني مهما كانت الأجهزة الحديثة والمتوفرة أكيد بتساعد طبعا. أيوة. بس فعلا الخبرة هي اللي بتساعد في حل قضايا كتير. يمكن رئيس مباحث المديرية ده هو اللي أنا اتعلمت منه كل حاجة في أعمال البحث الجنائي اللي كملت بيها طول عمري. عشان كده دايما احنا لطلبة الكلية وبنديهم الكلام دوت، خلي بالك من أول سنة في حياتك، لأن ده زي الطفل الصغير، النقش ده بيثبت في دماغك ما يروحش. التعليم في الصغر كان نقش على العجل، نفس القصة. المنهج ده احنا بنفهمه للضابط، استغل أول سنة في إنك أنت تستقي كل المعلومات، وبالفعل السنة الأولانية بتبقى سنة كفيلة إنها تثقلك بعمل البحث الجنائي. صحيح. من خلال إيه بقى؟ أن تكون أنت مستوي هذه القصة قبل أي حاجة طبعا. لأن إحنا عندنا أنواع تانية يعني بيشتغل فيها أعمال النظام وغير الأعمال دي، لكن أنت لو بتحب شغل البحث الجنائي واستهوتك شغلة البحث الجنائي هتتعلم في أول سنة. ويمكن احنا في هذه القضية لاعترافات طبعا اعترفت تفصيلي باللي حصل، وارشدت طبعا عن الراجل اللي كان معاها في الشقة اللي ارتكب الجريمة، يعني تم تقنين الاجراءات بالكامل وتم احالتها الى محكمة الجنايات وقضي عليها بالاعدام هي والعشيق. القضية دي اتعلمنا منها كتير. ويمكن انا في بداية حياتي في أحد المرات وأنا بمر بالليل في دايرة اسم شرطة أسوان أمام المحطة، يعني لقيت 3 من أقول الأطفال وسن الشباب، لأن سنهم من 14 ل 15 سنة. والمهم متواجدين في حديقة قدام المحطة الساعة 4 الفجر. وده كان منظر يعني غريب، إزاي يتواجدوا الأطفال دول في الوقت ده. في الوقت ده الفجر. فقمت بناقشتهم، وبعد كده طبعا عايز اتاكد دول جايين منين. اصطحبتهم الى القسم بمناقشتهم وتفتيشهم وقائيا عشان ناخد الاجراءات. لقيت مع كل واحد مبلغ مالي في التوقيت ده كان مبلغ كبير. يعني واحد معاه 800 جنيه، واحد معاه 900 جنيه، واحد معاه 1200 جنيه. ده كان سنة 84. فطبعا المبلغ ده مبلغ كبير جدا. كان انا مرتبي في هذا التوقيت يعني حوالي 120 جنيه، كبير جدا. فمبلغ كبير زي كده يعني. فابتديت بقى وكده طفل بالمناقشات بقى اتضح ان دول سرقوا 3 محلات في مدينة كومومبو. الاغرب من كده ان اصحاب المحلات نفسهم ما كانوش عارفين، ولا حتى مركز كومومبو اتبلغ، لان اصحاب المحلات نفسهم ما كانوش عارفين. فتخيل بقى سيادتك ان احنا الصبح بس هنا بقى الحس الشرطي، ما هو الحس ده لازم تربطه بحاجه مهمه قوي. توقيت زمان ومكان. ايه اللي يخلي اطفال زي كده واقفين عند المحطه بالليل ده او نايمين الفجر نايمين في جنينه قدام المحطه؟ ده حاجه غريبه، لازم تدعو الى الشك والريبه في اسباب تواجدهم في هذا التوقيت. طبعا. طب احنا بمناقشتهم بقى تبين ان هم سرقوا المحلات دي. طب ده مرور بسيط، مرور في المدينه عشان نطمن على حاله الامن ولكن انت من خلال نظرتك اصطحبت ال3 دول وجبت 3 محلات سرقة. والسرقات زي كده يمكن ده الطريق اللي كان رشحني لعمل البحث الجنائي. لان مأمور الاسم طبعا يعني كلم السيد مدير الامن في هذا التوقيت طبعا ان لسه ملازم، لان حضرتك انك تاخد بالك هي الفكرة فعلا في الحس الامني، الحس اللي عند الضابط ماشي في دورية أمنية لكن يلفت انتباهك ال3 دول وفي التوقيت دوت توقيت غريب وتوقيت غريب. فالحمد لله يمكن اترشحت لأعمال البحث الجنائي من وانا ملازم. بس طبعا لا يحق ان هم طبعا يضموني قبل ما اخد ملازم اول، ولكن خدت ملازم اول في الحركة على طول. تم تعييني معاون مباحث لمركز ادفو في أسوان،
وده مركز من المراكز طبعا. التقيلة طبعا. والحمد لله يعني نحمد ربنا ان احنا يعني بلينا بلاء حسنا في ال3 سنين اللي احنا قضيناهم في أسوان، وربنا يعني وفقنا الحمد لله. رجعنا على مديرية أمن القاهرة، ثم بعديها على إدارة كانت جديدة في هذا التوقيت اسمها إدارة الحاسب الآلي النيابات وأجهزة المرور. أيوة. ويمكن ده خلفت معايا عن الاتجاه. أيوة. ولكن الحمد احنا عندنا لله جزء في احنا عندنا حلقة تانية عن البحث الجنائي فقط. تمام تمام. ولكن انا هنا عايز اخد سؤال من اللي حضرتك قلته دلوقتي، حاجه نروح للجديد بقى. يعني تمام. اخر قضيه حضرتك حكيتها كانت تقريبا في 83 او 84. أوه. بس انا النهارده لما اتكلم انه في كل بيت في انترنت، تمام. وزي ما بنقول كده ان في مجرم وفي جريمه بتحصل، في جريمه الكترونيه موجوده تمام. في البيوت. تمام. ف ازاي نحمي نفسنا من حاجه زي كده؟ والاهم يعني ايه اصلا يتم تتبع جريمه الكترونيه؟ كويس. الجريمة للأسف الإلكترونية دلوقتي بقيت أنت كشخص وكإنسانة الاتنين يعني للأسف أهدافهم بتبقى أهداف يعني مريبة. احنا بنقول مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة للفتيات وللسيدات، احنا ما يميز الشعب المصري هو التمسك الديني والتمسك القيمي. صحيح. والأخلاق. لا ننجرف وراء كل مواقع التواصل الاجتماعي، لأن نهايتها دي للأسف نهاية وحشة اللي بيرتكب منها حاجات وأخطاء أو نصب أو غيره. يعني يمكن أنا النصب والكلام ده حاجات مقدور عليها. لما تيجي تمس بقى الشرف والقيم ده بتبقى كارثة. للأسف. ده في قضايا. يعني بنات يا عيني نهوا على حياتهم يعني بسبب انه اتعمل لهم صور مخلة بالذكاء الاصطناعي. طيب احنا اتكلمنا في قضية، ويمكن القضية دي مش قديمة، قضية حديثة ومش في القاهرة، ده في احد مدن الصعيد. واحنا عارفين تمسكنا في سواء وجه بحري او قبلي. ولكن فتاة كان يمكن تبلغ من عمر 17 سنة وكان عاملة صفحة، دخل احد الشباب يعني عمل يعني طلب اضافة، هي قبلت هذه الصداقة واضافته، وبعد كده طبعا ابتدى استولى على كل صورها من خلال هذه حسابها اللي على الفيسبوك. وبعد فترة طبعا احنا عارفين اللي بياخد صور دلوقتي مع التطبيقات الجديدة، انا مش محتاج اكتر من 3-4 ثواني يا استاذ سامح فيديو ليك مع شوية صور واقدر اخلق بيهم اللي انا عايزه. صح. ابتدى يهدد البنت، والتهديد دايما هنا وراه طريقين، يا منفعة جسدية يا منفعة مادية. صحيح. طبعا في السن دوت هو طلب منها منفعة مادية. البنت صغيرة 17 سنة وابوها مش موجود، ابوها مسافر خارج البلاد، وهتترعب أول ما تشوف حاجة زي كده تخاف أو هتخاف. بالفعل استجابت في أول مرة ودفعت له المبلغ اللي طلبه، ولكن الاستجابة هنا بيحس ان هو اتفتح له كنز. صح. مش هيسيبه. ويبقى القصة نزناز هيتوالى مرة مع وراها خلاص. المرة التانية طبعا طلب منها، البنت معهاش وهتجيب منين، وبعدين 17 سنة 17 سنة. فهنا الافندي راح عامل ايه، واخد الصور دي وعلى تليفون ابوها، وابوها كان في هذا التوقيت خارج البلاد، راجل بيشتغل خارج البلاد، بعت له هذه الصور وهذه المقاطع على تليفونه. طبعا الاب شاف هذه القصة يعني ذهل. وطبعا اول ما جه يهبش هبش في مراته، وازاي وسايبه البنت كده ازاي ويحصل صدق على بنته. ما هو خلي بالك ده بعت له دليل، هو مش عندوش المقدره الفنيه. انا بعت لك صوره او فيديو او كذا، فانا حتى يعني لو واثق قوي هشك. ولكن السيده زوجته هنا كانت ناصحه، خدت هذه الفيديوهات اللي بعتها لها جوزها عن طريق التليفون وراحت بلاغ على الاسم مباشرة مع اصطحاب بنتها. احلى قرار، افضل قرار تاخده دلوقتي، افضل قرار. صح والله. وبالفعل الحمد لله اتعمل الاجراء، تم تحديده وضبطه. بس انا ما بتكلمش على ان هو اتضبط وهتاخد معاه الاجراء، انا بتكلم على سمعة بناتنا. طبعا احنا عارفين سواء في المدينة او في الاقاليم، في الاخر سمعة البنت دي مش سمعتها لوحدها، ده سمعة اهلها، سمعة كل اللي حواليها. عشان كده بنقول لا، بلاش قصة التليفونات.
بلاش احط على التليفونات حاجات لا تليق، واحط صور خاصة على تليفوني ليه؟ انا مش ضامن التليفون ده يتسرق، يقع مني، يحصل له هاكر، اخده اروح اصلحه في احد الاماكن، يستولي يعني صاحب المحل على هذه القصة، وابتدي بعد كده يتلاعب بيا. مش كل الناس عندها ضمير، ومش كل الناس عندها يعني امانة. فلو شاف حاجة يعني هيسكت او هيسكت. الصح ان انا يعني اول جملة حضرتك قلتها في اول الحلقة انه اسرارك ومعلوماتك الشخصية دي ليك، ومفيش داعي ان انا احط الصور الخاصة. صح. يعني بنلاقي الفتيات والسيدات بتتصور صور، يعني الصور دي يعني جوه بيتك، ليه احطها على التليفون؟ صح. التليفون ده وسيلة اساسية لحاجة واحدة، ان انا اكلمك وانت تردي فقط. صح. لكن ان انا اخزن عليه بيانات، والبيانات دي خاصة، ده يعني اسلوب يعني لا يصح. لان في الاخر معظم القصص اللي احنا بنشوفها دلوقتي اساسها هو كل وسائل التواصل الاجتماعي. فاحنا لا، لازم نخلي بالنا من بيوتنا، لازم نخلي بالنا من ولادنا عشان ما نقعش في هذه القصة. صح. ويمكن لو احنا جينا اتكلمنا على جرائم، يعني جريمة في احد الاقاليم للأسف يعني نشأت علاقة غير شرعية مع واحد من خلال صفحة برضك من الصفحات الفيسبوك. للأسف ما بيحصل. وطبعا احنا عارفين ان معظم الازواج في التوقيت اللي احنا فيه، راجل بيشتغل شغلانة او بيشتغل 2 عشان يقدر يكفي بيته طبعا، ويقدر يجيب للاولاد، عايز يعمل بيت كويس، عايز يطور من حياته. فهل هنا يكون جزاء الاحسان الا الاحسان؟ بالزبط. يعني هو الراجل نزل وبيدور، بيصحى من الصبح من فجر ربنا الى اخر الليل عشان يقدر يدبر لكم سبل المعيشة، ويكون النتيجة ان انا اليوم كله اشغله على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى الفيسبوك، واعمل صداقات وتطور هذه الصداقات الى علاقة، وهذه العلاقة تتقلب الى علاقة غير شرعية. وهنا دايما لما بتتقلب الى علاقة غير شرعية خلاص بتعتبر صفحة هذا الزوج صفحة عايزة تقضي عليها وتنتهي منها. صحيح. ليه؟ هي بتعتبره دلوقتي يعني كابوس على نفسها، عايزة الزبون التاني هي يعني اللي تبتدي تكمل حياتها. طب هو مين اللي بدأ حياته؟ مين اللي جاب لك البيت؟ ومين اللي عمل لك الأسرة؟ ومين كان بيصرف عليك؟ وللأسف اللي بتقع في هذا الطريق دايما في الآخر بتنتهي بجريمة انها تقتل الزوج. وفي قضايا كتير دايما الأسلوب بتاع قتل الزوج بخسة. صحيح. والخسة هنا في أحد القضايا إن العشيق ادها زجاجة من السم، وقال لها إنك أنت تنقطي كل يوم 5 نقط للزوج لغاية ما تنتهي هذه الزجاجة على مدة طويلة، على مدة حوالي 15 يوم. انتهت الزجاجة، توفى هذا يعني الزوج. وهنا يمكن لما بيجي مفتش الصحة، مفتش الصحة بيكشف ظاهري فقط، يعني ما فيش طلق ناري، ما فيش ذبح، ما فيش خنق، ما فيش ممكن يتعامل انها وفاة طبيعية. فغالبا بيبقى التقرير ان هو هبوط حاد بالدورة الدموية وبيصرح بالدفن. ولكن يمكن إرادة الله إن ربنا يكشف هذه الجريمة، لأن احنا القاعدة الأساسية إن الروح دي اللي خلقها ربنا ولا يقبضها إلا الله، فاللي ينصب نفسه إله ويقبض روح بني آدم لازم تكون على يقين إن ربنا هيدي لك الدلالات والعلامات لكشف هذه الجريمة. صحيح. هذه الجريمة كشفت بطريقة يعني محدش يتخيلها. لما ابنها خد تليفونها ونزل عند يعني سته اللي هي طبعا والده، فنازل وكان احد الرجال قرايب هذه السيدة موجود معاها، فلقى الولد معاه التليفون، قال له يا ابني هات التليفون ده بدل ما يقع منك ويتكسر. فقال له لا، ده تليفون ماما، وبيشد التليفون الواد بعيد عن الراجل. فلما مسكوا الراجل يعني شاهد يعني موضوع كده مش مظبوط يعني على التليفون. للأسف كان المقطع ده كان لهذه السيدة اللي هي يعني مرات المتوفي والعشيق. فهنا ربنا كشفهم. هنا بقى قال يعني لوالدة المتوفي: يا حاجة، هو ده كان بيحصل في وجود فلان اللي هو يعني ابنها؟ قالت له: والله يا ابني أنا كنت شاكة في هذه القصة، ولكن يعني ما كنتش عايزة أبهدل ولاد ابني، لكن طالما أنت كده أكدت لي، هات يا ابني التليفون ده وتعالى معايا.
ونزلت هي وقريبها ده راحوا على النيابة وقدموا التليفون، وهنا النيابة فتحت تحقيق وابتدت سألتهم وتحفظت على التليفون، وانتدبت بعد كده الطب الشرعي مع استخراج الجثة، وعادت بقى طبعا يعني تشريحها. وطلعت النتيجة طبعا اللي هي كانت معتقدة انها خلاص الموضوع خلص، ان الموضوع خلص، انها هو للأسف هو فعلا يعني البيوت لازم يكون فيها أسرار، لازم يكون فيها احترام. أيوة. ده طبيعي يعني. ف يعني عايزين نقول في الحلقة دي انه احنا اللي ممكن نساعد الجريمة انها تحصل، ان احنا كلامنا يبقى اسرارنا كده ومشاعر الناس والمعلومات مفتوحة وبيوتنا مفتوحة، وده غلط جدا. وانا بجد بشكر حضرتك جدا وعلى الحلقة، وعندنا حلقة تانية هنتكلم فيها عن تفاصيل مهمة في كشف الجرائم. بشكر سيادة اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق، وبجد اتشرفت بحضرتك في أول الخيط. أشكرك يا أستاذ سامح، وأنا أتمنى إن هذه اللقاءات تتكرر يعني محبة قبل أي حاجة، في حضرتك في أسلوبك والله الشيق، في عرضك لكافة حلقاتك، في اختيارك لكافة الموضوعات اللي أنت بتعرضها، اللي هي في الآخر كل الناس المفروض تتعظ من هذه اللقاءات. صحيح. وتعتبرها ده جرس إنذار لعدم تكرار مثل هذه الجرائم. احنا ما بنسردش جرائم كنوع من انواع مش الترفيه، ده انا بدي لك كعظة وعبرة ونقوص يدق في بيت كل انسان. صحيح. خلي بالك لا تقترب، زي ما جه كده في القرآن لا تقربوا الزنا. صحيح. يبقى كلمة لا تقربوا كل المقدمات اللي تؤدي للنتائج لازم تخلي بالك منها. وبعدين الرجال قوامون على النساء، فالولاية دايما في ايد الراجل، والراجل دايما الميزان لازم يكون في ايده. لا يفرط ولا يسهب، لازم يخلي باله ان العدل بتاع ربنا اللي بيتصف بيه ربنا بهذه الصفة هو العدل. يعدل في كل امور حياته، يعدل في قصة مصاريفه، يعدل في قصة الانفاق، لا يقتر ولا يسرف. يخلي باله من عياله، يقعد معاهم، يتكلم معاهم، يبدلهم كل الموضوعات، صديق ليهم. وفي نفس الوقت مهما كان دخله قليل لازم يقول للأولاد أنا بيجي لي 1 2 3 وده الدخل، وأنا بصرف 1 2 3، ويعرف يعيشوا معاه كل لكن ما يكونش أنا دلوقتي دخلي 10 قروش واحتياجاتي ومطالب البيت تبقى 20 أو 30. الفجوة دي هتتحقق منين؟ يتتحقق من انحراف، يتتحقق من سرقة، وفي الآخر البيت ده كله هيتهد نتيجة إن احنا ما استمعناش إلى قول الحق بتاع العدل. أشكر حضرتك جدا، ولينا لقاء تاني إن شاء الله. أشكرك يا سامح. شكرا.